سلام الاخوات، كي دايرين؟ لاباس بخير هانيين. اليوم غنديرو الدبس ديال التفاح والمعجون العجين ديال التفاح، او بما يسمى كومبوت ديال التفاح. جبنا التفاح، ما بما ان التفاح دابا هاد الايامات راه رخيص ومتواجد في الاسواق بثمن مناسب. كنجيبو التفاح، كنخيرو في التفاح، نعزلوه يكون تفاح زوين، وكنغسلوه مزيان من الدواء ومن الغبار. كنقيوه، ما كنحيدوش ليه القشره بطبيعه الحال، كنحيدو ليه داك القريب ديالو، تكون شي سوسه ولا شي حاجه، وكنقردوه مربعات صغيره. كنستمروا في العمل حتى كينتهي. كنجيبوا واحد القاميله وكنسلقوه، كنديروا واحد لتر ديال الماء عليه وكنسلقوه. اللي كيتسلق مزيان كنجيبوا هاد الماكينه ديال المطيشه اللي ما كتخطى دار، وكنطحنوه. كنطحنوا الكميه اللي عندنا كامله. انا عندي هنا 4 كيلو ديال التفاح. طحنتها في هاد الماكينه هادي. وكنكونوا موجدين واحد الصفايه نديروا فيها شي منيديل ديال ابيض ديال الكوزينه، نديروه في قلب الصفايه. الا كانت عندنا الصفايه غليظه، ملي كانوا العوينات ديالها رقاق راه كنصفيو مباشره. الا كانت الصفايه عندنا من دوك الصفايات يكونوا شويه عينيهم واسعه، كنديروا زويف من دوك الزويفات اللي كيتباعوا بحال الشكل ديال حياتي، كيتباعوا جد. كتستعمليهم الكوزينه، كتستعمليهم في الصريره ديال الكوزينه، في داكشي ديال التصفيه ديال الكوزينه كيكون عندك موجودين. كنستمروا كنطحنوا التفاح حتى كننتهيو من الكميه اللي عندنا كامله. عندي دابا هاد الماكينه باش زوينه في هاد الشيء ديال الفواكه الطحني، ما كتهرش العظم ديال الرمان وما كتطيحش ديك القشره ديال التفاح. المهم انت بلا ما تعذبي تنقي التفاح كله، غير سلقيه وطحنيه في هادي صافي. القشره كتبقى الفوق كامله كتعزلها، طيح لك غير التفاح بوحدو منقي ناضي. عندي صفايه رقيه وقع العوينات ديالها رقاق، هذه عندي عزيزه عليا ما كنفرطش فيها. كنصفي بها اي حاجه بغيت نصفي، ما كتهبطش هذاك الناش، هذاك الشيء الكثير كتهبط غير العصير. هذا العصير ديال التفاح اللي نزل بعد ما صفينا. انت تعزل لي العصير على داك العجين ديال التفاح. انا باقا عندي واحد الكميه باقا كنكمل، باقا كنطحن. الدبس ديال التفاح وديال الرمان وانواع الدبس معروفين به الاخوان الشرقيين، بحال سوريا ولبنان والاردن فلسطين، اللهم فك اسرها. هاد الدول معروفين بدبس الرمان ودبس التفاح وانواع الدبس. حتى عندنا في المغرب العربي حتى هما كيديروا، ولكن هاد الناس مشهورين به، يعني عندهم ثقافه ديالو. حنا عندنا التعاونيات ديال هاد الانواع ديال الدبس كيديروا. دابا الاخوات
كنديروا الدبس فوق النار وكنجيبوا هاد العجين ديال التفاح حتى هو كنزيدوا عليه واحد الكاس ديال السكر على حسب الذوق ديالك في السكر. بغيتي ديري كتر كيمكن لك ديري كتر. انا ما كنبغيش نوكل ولادي السكر بزاف، داكشي علاش كنحاول دائما كنقص السكر في اي حاجه. الدراري راك عارفين كيمشيو للحانوت كياكلوا داكشي ديال سميتو، كنزيدو حنا نكملوا عليهم بالسكر ديال الدار، كنبقاو نحليو الحاجات. ومن الاحسن الدراري نقصوا لهم السكر. داكشي علاش انا دابا راه درت غير كاس، حسب رغبتك في السكر ديري. انا درت هاد العجين ديال التفاح حتى هو طاب. هذا الدبس من بعد ما طاب، وهذا داك العجين ديال التفاح من بعد ما طاب حتى هو كيجيو رائعين. في الريحه تبارك الله كتبقى في الكوزينه رائعه. انا بغيتي تقدمي هاد العجين ديال التفاح هذا دابا الدبس، ها هو القوام ديالو كيفاش كيولي. دابا راه باقي سخون ولكن القوام ديالو راه عقاد. وهذا العجين ديال التفاح انا زدت عليه، بغيتي تقدميه انا زدت شويه ديال اللوز مهرمش. انا اللوز غير خضر، درتو غير خضر ودقيته في المهراز وزينت به. انتي حسب بغيتي ديري شي حاجه اخرى ديريها، بغيتي تخليه غير هكاك راه زوين. وبصحه والراحه، مع السلامه.